بصوا بقى، كحك العيد ده احلى حاجه فيه انك لما تيجي تعمليه على السخن وعلى البارد الاتنين مع بعض. اضمن لك بقى ان انت فعلا لو عملتي كده هتكون دي احلى مره في حياتك تاكلي فيها كحك. ولا تقولي لي بقى العبد ولا لافوار. وعايزه اقول لك بعد ما تجربيه هتيجي تقولي لي ما عدتش هعمل غير الطريقه دي يا موليلي. تعالوا بينا بقى نشوف عملناه ازاي، بس يا ريت في الاول كده ما تبخلوش علينا باللايك. في الاول خالص كده معانا كيلو من الدقيق، والدقيق اللي احنا هنستخدمه هنا دقيق مخصوص للكحك والبسكوت، بصراحه بيطلع النتيجه في الاخر مضمونه ومظبوطه جدا. تمام. طبعا الدقيق ده مش هنحتاج ان احنا ننخله خالص. بعد كده بقى هنضيف ربع معلقه صغيره من ريحه الكحك، ويا ريت ما نكترش اكتر من كده علشان الكحكايه ما تغمقش معانا. عارفين طبعا روح الموز ده بنجيبه من عند اي عطار، ده بقى بيدي النكهه زي الكحك اللي احنا بنشتريه من بره. هنضيف منه كده حوالي 4 أو 5 نقط، وكمان ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. ويا ريت ما نكترش كميه البيكنج باودر اكتر من كده علشان الكحكه ما تنفش معانا قوي في الفرن. ورشه صغيره يا جماعه، اقل من ربع معلقه صغيره من الملح، يا دوبك رشه صغيره من الملح. هنخلطهم بقى كلهم كويس مع بعض، وهنعمل بقى كده زي تجويف صغير كده في الدقيق. هنحط فيه معلقتين كبار من السمسم، وخدوا بالكم هنا السمسم اللي احنا هنستخدمه هو السمسم الابيض مش المحمص، وهقول لكم دلوقتي ليه. هناخد بقى كميه الدقيق دي هنركنها على جنب لحد ما بنجهز كميه السمنه اللي احنا هنستخدمها. كيلو الدقيق هنا هنستخدم قصاده 550 جرام من السمنه. حطيت نصها سمنه بلدي، والنص التاني هكمله بسمنه روابي، سمنه نباتي يعني، علشان ما يبقاش الكحكايه دسمه معايا قوي. تمام. طبعا بقى كده كميه السمنه 550 جرام. هنا بقى يا جماعه هنستخدم السمنه على السخن وعلى البارد، بمعنى ان احنا نص كميه السمنه هناخدها كده في طاسه وهنقدحها، وهناخدها وهي مقدوحه كده هنحطها على السمسم وعلى الدقيق. ولو لاحظتوا هنا ان السمسم ما شاء الله اتحمص معايا، لا احتجت بقى ان انا احمصه في الاول ولا اي حاجه، هي السمنه حمصته بزياده. وفي نفس بقى الطاسه السخنه دي هنحط نص كميه السمنه الباقيه، وهنقلبها كده تقليبه ما شاء الله بنلاقيها ان هي دابت معانا بسرعه. يبقى كده احنا استخدمنا نص كميه السمنه على السخن علشان نخلي الكحك يقعد معايا اطول فتره ممكنه، وكمان على البارد علشان الكحكايه كمان لما بنيجي ناكلها ما تبقاش يعني ما تعملناش كده زي حموضه في المعده، لا تبقى خفيفه كده على المعده. هنقلبهم كده في الاول بمعلقه، وهركن بقى الدقيق كده على جنب لحد ما السخونيه اللي فيه تبدا تروح معايا شويه، لحد ما بجهز الخميره بتاعتنا. بنجيب بقى زي ما انتم شايفين كده ربع كوبايه من الحليب الدافي، هنحط عليها نص كوبايه من الميه الدافيه، يعني كميه السوائل 3/4 كوبايه. هنضيف عليهم بقى معلقتين كبار من السكر، وكمان معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وهنقلبهم كويس مع بعض، وهنركنهم بقى على جنب لحد ما الخميره تتفاعل معايا حوالي كده ربع ساعه، لحد بقى ما نجهز الخطوه بتاعه بس العجينه. بص بقى، كل الوصفه دي كوم والجزء ده كوم تاني. اهم حاجه في نجاح وصفه الكحك ان احنا لازم نبس العجينه كويس جدا. بسها بقى بايدك كده حوالي ربع ساعه، جيبي كده موبايل جنبك واحسبي، او ساعه. اهم حاجه اقعدي بسي فيها كتير جدا علشان تبقى وصفه ناجحه معانا. تمام. بناخد كده جزء من العجينه نبدا كده نكورها بين ايدينا، لو لقيناها كده ما بتشققش ده اول خطوه من نجاح وصفه الكحك. وبعد كده بقى بناخد الخميره بعد ما تفاعلت معانا بنحطها على العجين، بنلم يا دوبك العجينه حوالي دقيقه او دقيقتين، ما ينفعش ان احنا نعجن خالص. لو عجنا العجينه بتعمل كده زي عرق، وفي الاخر بنلاقي ان الكحكايه مش بتقطم معانا. اهم حاجه يا دوبك بس بنلم العجينه دقيقه او دقيقتين، وبكده بتبقى جاهزه معانا. الاختبار بقى التاني ان احنا بناخد كده كوره من العجين ونبدا نلفها بين ايدينا ونضغط عليها. لو طلعت ما بتشققش معانا يبقى العجينه مظبوطه جدا جدا جدا. بتشقق معانا ضيفي عليها كمان معلقه كبيره من السمنه، وارجعي اخلطيها مره تانية. كرة العجين بقى بتاعة الكحك بعملها كده على الميزان حوالي 30 جرام، وطبعا على حسب ما انت عايزة. اهم حاجة بقى اما بنيجي نشكل العجين بناخد كده قطعة من العجين نبدأ نلفها بين ايدينا كويس، علشان لما نيجي نضغط عليها ما نلاقيهاش بتشقق خالص. ضغطنا عليها بنجيب بقى البصمة بتاعة الكحك بنضغط عليها زي ما انتم شايفين العجينة ناجحة جدا 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 ومش بتشقق معانا. اول صاج عملته اللي هو الكحك الساده، باخده كده زي ما هو على طول يا جماعه، مش بسيبه يخمر ولا حاجه، وادخله فرن سخن درجه حراره 160. الكحك الساده فرن 160 على الرف الاوسط. اول لما بياخد لون من تحت بنطفي من تحت ونولع بعد كده الشوايه. تعالوا بقى نجهز النوع التاني من الكحك اللي هو الكحك بالملبن. جبت كده طبعا ربع كيلو من الملبن، ضفت عليه كده حوالي 4 نقط من روح الموز. اهم حاجه الملبن لما بنجيبه ما نحطوش في التلاجة علشان يبقى سهل في الاستخدام. وضفت عليه كمان معلقه كبيره من السمنه البلدي، وبدات بقى اخلطهم مع بعض كويس
كويس جدًا، جدًا، جدًا. بعد كده بقى هنكوّر الملبن لكِوَر صغيّرة، ممكن تكوّريها للكِوَر بالحجم اللي أنتِ شايفاه ده، اللي هو حجم البندقة الصغيّرة، أو ممكن توزنيها على الميزان بتعمل من حوالي من 7 جرام ل9 جرام، ده الوزن المناسب مع حجم كورة الكحك. بعد بقى ما خلّصنا الكمية كلّها بنرجع تاني للعجين بتاعنا، بنجيب بقى كده قطعة من العجين ونعمل فيها كده زي تجويف، نعمل فيها تجويف بالشكل اللي أنتم شايفينه، علشان لمّا نيجي نحط الملبن ونقفل عليه ما يعني إيه، نضمن إن الملبن ما يخرجش معانا خالص. نبدأ بقى نضغط عليه ضغطة خفيفة جدًا، وبعد كده بقى بالبصّامة بتاعة الكحك بنضغط عليه برضه ضغطة. ما شاء الله يا جماعة زي ما أنتم شايفين، لا الملبن خرج معايا ولا كمان العجينة شقّقت معانا. امشوا على الخطوات مضبوطة هيطلع معاكم أحلى كحك ممكن تكونوا عملتوه في حياتكم. خلاص بقى هنا هاخلّص كمية الكحك بالملبن، ونرجع بقى نعمل النوع التالت. باجيب كده قطعة من العجين وابرمها بالشكل اللي أنتم شايفينه، واجيب غطا إزازة أحطه على قد نُص كمية العجينة بالضبط، وبعد كده بالفّها بالشكل اللي أنتم شايفينه، ومنقاش بقى اللي هو منقاش الكحك، ونبدأ نعمل فيها الأشكال اللي أنتم شايفينها دي. زي ما أنتم شايفين كده يا جماعة، اللي ما شاء الله العجينة ناجحة، فعلشان كده مش بتشقّق معانا خالص. تعالوا أقول لكم تاني بنعملها إزاي. بنجيب قطعة من العجين، طبعًا قد برضه قطعة العجين اللي إحنا عملنا بيها كحك اللي هي 30 جرام، ونبدأ نبرمها بالشكل ده. وبعد كده بقى بنجيب غطا إزازة ونبدأ نحطها على قد نُص العجينة بالضبط، وبعد كده بنقفلها، ولازم نقفلها كويس جدًا علشان ما تفتحش معانا. وبناخدها بقى بالشكل ده ونبدأ نعملها بالمنقاش أي شكل أنتم عايزينه. ولمّا بنيجي نخرّج الغطا بيخرج معانا في منتهى السهولة. يبقى إحنا هنا عملنا كحك السادة والكحك بالملبن، والكحك اللي إحنا عاملينه بالشكل اللي أنتم شايفينه الأخير ده. وطبعًا بعد ما خلّصنا الكمية كلّها على طول بناخد بقى الصاج كده زي ما هو وبندخّله الفرن، بس هنا بندخّله على درجة حرارة 180 رف أوسط. أول لمّا بياخد لون من تحت على طول بنطفي النار من تحت ونولّع الشواية لحد ما الكحكاية بتاخد اللون الجميل ده. وعايزة أقول لكم بقى حاجة بمناسبة التسوية، لمّا بنيجي نحط الصاج تحت الشواية لازم ما نأخّروش تحت الشواية كتير. لو أخّرناه في التسوية تحت الشواية يعني بنلاقي إن الكحكاية فتحت معانا والملبن اللي فيها بدأ يخرج منها. يا دوبك بس بنحط تحت الشواية دقيقة أو دقيقتين بياخد اللون ده وعلى طول بنخرّجه. بعد ما نخرّجه بقى من الفرن بنسيبه يبرد شوية قبل ما بنيجي نحط عليه السكر البودرة بالشكل اللي أنتم شايفينه. تعالوا بقى كده مع بعض نقطع الكحكاية. بتقطم يا جماعة، بتقطم دايبة ذوبان كده غير طبيعي. والله بجد لو جربتيه بالطريقة دي هتدعي لي فعلًا عليه. عايزة أقول لك بقى طريقة مميزة وفيها بقى خبرة السنين كلها. شايفين بس حتى كمان الملبن من جوه دايب كده معانا. طبعًا بقى الكيلو الدقيق بيطلّع معايا في الآخر 2 كيلو من الكحك زي اللي إحنا الكحك يعني اللي إحنا بنشتريه من برّه، بل بالعكس بيبقى أحلى وأضمن كمان من اللي إحنا بنشتريه من برّه. وعايزة بقى أقول لِك إزاي تحتفظي بيه في أطول فترة ممكنة. بتجيبي كده علبة وتحطي فيها كيس، لازم يكون في كيس، وتبدأي بقى كده تحطي الكحك ترصيه، وبين كل طبقة وطبقة لازم تحطي كيس بلاستيك علشان تضمني إن الكحك يفضل مقرمش معاكِ لآخر واحدة، وكمان ما يبقاش طري معاكِ خالص. طبعًا بقى شايفين المنظر لوحده كده مغري. أظن بقى بعد المنظر القمر والحركات اللي أنتم شايفينها دي أنا عايزة الكومنتات كلها ما فيش فيها غير تسلم إيدِك يا أم ليلي. لايك بقى لو عجبكم الفيديو.